السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد لغزالات. اليوم فيديو زوين بزاف غيعجبكم. الكعك الوجدي اللي غادي تعرفوه بجميع التفاصيل ديالو. الفيديو مهم بزاف البنات، غادي تكون فيه الطريقه ديال التحضير، غادي يكونوا فيه المقادير مضبوطه، والاهم هادشي اللي دائما مولفكم شحال غادي تخرج لكم هاد الكميه، والاهم اكثر انك شحال تقدري تبيعيه. فيديو مهم. الطريقه ديال التحضير البنات بقاي من الاول حتى الاخير ديال الفيديو باش تعرفي جميع المراحل ديالو، باش تعرفي جميع الاسرار. طريقه ديال الطهي باش يجيك هشيش ويجي زويون، طريقه ديال الفرن، ومجموعه ديال الاسرار. سجلي عندك الفيديو هو الاول قبل ما نبداو. البارطاج باش تدعموني باش يوصل اكبر عدد من الناس باش انهم يستافدوا، وكذلك القليب واي حاجه ما فهمتيهاش ولا بغيتي تعرفيها خليها لي في لي كومونتير او لا تدخلي عندي في الخاص. مرحبا بك البنات. واحد الكعك اللي خطير واللي زوين فيه انه يجلس لك 4 شهور 6 شهور في واحد لابواط سوا ديال اينوكس او لا مهم شي بواط اللي كتكون فريمون تبروتيجيه باش انه يبقى هشيش. حتى الا درتيه في شي سطل هكا ديال البلاستيك راه ما عليه حتى شي حاجه، كيبقى ديك الهشاشه ديالو كيما درتيها النهار الاول كتبقى لك حتى الاخر. شوفوا البنات الكعك كيجي لداخل خاوي خفيف، الكعكه خفيفه ومقرمشه، واحد التقرمشه لان مين كتعضيه كيتقرمش وفي نفس الوقت كيدوب في الفم. بقاو معايا حتى الاخير ديال الفيديو البنات باش تعرفوا جميع الاسرار، وغادي نمشيو على بركه الله باش نعرفوا المقادير والطريقه ديال التحضير وجميع الاسرار مع ذكر الثمن والكميه اللي غادي تعرفوا. بالنسبه للمقادير البنات كتاخذ واحد الكسعه اللي كتكون كبيره لحقاش الكميه غتخرجها لنا كبيره. غادي ناخذ 500 غرام ديال المارغرين. البنات انا كندير اني وريتكم الزبده بجوج اللي كندير بها، سواء اللي درت بها المسمن او اللي درت ولا استرا، نفس النتيجه كتعطيها. هنا كندير معها 500 غرام ديال السكر. غادي تقولوا لي واش غيجي حلو؟ غادي يجي هو هذاك في الحلاوه، يعني انا راني كنديرو وانا من النوع اللي ما كناكلش الحلاوه بزاف. هنا البنات كندعك ديك الزبده مزيان كيف ما غتشوفوا غنخدمها مزيان مع السكر. هذه هي من النوع من الحوايج اللي كتنجح لنا هذا الكعك، ان هذه الزبده خصها تنخدم مزيان 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 مع السكر حتى تقريبا ان داك السكر يذوب. هنا بعد ما خدمتها وشفت بانني فريمون راني خدمتها مزيان ولات بوماد، كنزيدو 200 مليلتر ديال الزيت. 200 مليلتر ديال الزيت. هنا كنحاول انني نديرها مع الخليط، وكنضيف البيض. البنات البيض عندك الاختيار 4 ديال الحبات او لا 6 ديال الحبات. انا هنا كان عندي البيض شويه صغير درت 6 ديال الحبات. كان عندك البيض كبير كديري 4 ديال الحبات. هنا كنمزج العناصر جيدا كيف ما كتشوفوا، راه الخليط راه كريمي، يعني ما كاينش نهائيا الحبيبات ديال السكر. والزبده ولا المارغرين حاولوا تجبدوها في الليل. هنا البنات بالاخص هاد الوقيته ديال البروده، هنا ضفت 4 ملاعق كبار نتاع الكونفيتور ديال المشماش، ضفت كذلك كاس غير ممتلئ نتاع ماء الزهر. كاس غير ممتلئ نتاع ماء الزهر تقريبا ما يعادل واحد 120 مليلتر. هنا البنات ضفت النافع وحبه حلاوه، وكذلك الججلان غير مهرمش، يعني ماشي مطحون بزاف. كاين سي بعد الكليون اللي كيقول لك انا ما كنبغيش هذاك الحبيبات اللي داخل فيه، كنبغي غير البنه، كتطحنيه مزيان على حساب لا كليون. هنا ضفتهم يعني النافع وحبه حلاوه طحنتهم يعني مزيان، والججلان كذلك يعني غير هرمشتو ماشي طحنتو. كنستعمل هاد لا فارين البنات فرونسين تي 45 تي 54 اللي كتستعمليها كاع الاستعمالات. هنا ضفت كيلو ديال الدقيق وزوج ديال الخمارات نتاع الحلويات ما يعادل 22 غرام، كل وحده عندها 11 غرام. هذا الخليط غادي ندير فيه كيلو ديال الدقيق الاولى الدقيق، غادي نمزجو مزيان، وغادي نضيف كيلو الثاني. هنا بعد ما مزجتو كيف ما كتشوفوا معايا ضفت الكيلو الثاني. كتحتاجي فيه البنات 2 كيلو و200، 2 كيلو و300 حتى ل 2 كيلو و400 على حساب نوعيه ديال البيض، على حساب الخليط ديالك. يعني كي كان كل دقيق عاوتاني كيكون النوعيه ديالو، ولكن بالعموم ما كتفوتيش 2 كيلو و400، يعني هذه بالاكثر. يعني الا كنتي كثرتي وكان خفيف راه غيجيك 2 كيلو و400. انا دائما كتجيني 2 كيلو 250، 2 كيلو 300. هنا شوفوا الخليط كي كيكون البنات ما كيلتصقش في الايد، وسهل باش انك تستعمليه، وفي نفس الوقت ما كيتقطع لكش باش انك من تخدمي به من تجي تهزي الكعكه كديفورمالك، يعني ما خصهاش ديفورما، خصها يبقى نفس الحجم ديالها. هنا غطيته بلو فيلم اليمونتير وغادي نبدا نخدم. ما تحتاجي لا ماشينه، ما تحتاجي حتى شي حاجه. هذا النوع ديال الكعك هنا كندير ناخذ واحد الكميه، كاين اللي يبغيه كبير
كاين اللي بغيه صغير. البنات اللي كتبغيو تبيعوه للجزار او لشي واحد اللي باغي يعاود فيه البيع كديروا له كبير لحقاش كيبيعوا بالحبه. بغيتي تبيعيه بالكيلو انا كنديرو هكا متوسط باش كيجي زوين. وكاين الناس اللي كيطلبوه لي صغيور على هكا ولكن هذاك كيتباع غير بالكيلو، كيكون شويه صغير على هاد الحبه اللي درتها. هنا كنبقاو في هاد الطريقه. البنات من كتجيو تورقيه بحال هاد الشكل ديريه ديبودا ولا شتيه بانه لداخل خاوي، حاولي تجمعي العجينه وتولي تورقيها، ما تخليهاش هكاك باش ما يجيكش لداخل ماشي زوين. هنا الجناب حاولوا تجمعوهم من هكا، ديروا بالموس كتجمعوهم. سواء الطريقه ديال التشكيل ديالو راه ساهله بالسكين، هذا السكين العادي ديال حاده كيف ما شفتوا معايا هنا. سواء نديروه جانبيا بحال هكا كما كندير انا، يعني الموس كيكون بالجنب كيعطي واحد الشكل زوين، اولا غتشوفوا معايا الشكل الثاني كيكون حتى هو زوين. كتحاولوا تجمعوا غير هذوك الجناب باش ما يجيوش خارجين، ما كيجيوش زينين. وحتى ملي كيكونوا في الفران كطيبوهم كيتحرقوا هذوك الجنيبات اللي كيكونوا هكاك خارجين. الا خليتوهم خارجين بزاف ما كيجيوش زوينين. كيشدهم الطياب يعني في الساعه، ماشي كيما الحلوه يعني اولا الكعكعه الداخل ديالها ما كتاخذش الوقت. هنا حاولوا هكا ديروه. الا كنتو غتبيعوه بالكيلو حاولوا ديروه هكا صغيور كيجي زويون. وبالنسبه للشكل الثاني غنوريكم هنايا معايا، كيجي حتى هو المنظر ديالو غزال البنات. بالنسبه للشكل ما كنديروش جانبي، كنديرو هكا اونفاس، ما كنديروش كما شفتوا معايا جانبي. كنوضع الموس يعني دغوا. شوفوا الشكل ديالها حتى هي كي كتجي زويونه. حتى انا كتعجبني هذه بزاف من كنديرها ليا اولا هي من تكوني مزروبه. كل واحد كيدير على حساب الشكل اللي بغى. البنات واحد الكعك راه والله صدقوني ما من الناس اللي كيديروه للدار، هذا ما كنعطيش غير السيدات اللي راه باغيين يبيعوا، هذا راه كنديرو حتى ليا انا للدار. القهوه الدوازاتاي فريمون راه فيه واحد المذاق واحد البنه، وراه اللي زوين فيه انه راه كيجلس لك واحد المده طويله وكتبقى نفس النتيجه ديالو الاولى. يعني ماشي كتقولي انه غيدوز الوقت غادي يقسح لي ولا. هنا البنات بعد ما كملت دار لي 3 ديال الصواني كبار وما هادو، غادي ناخذ صفار البيض وغادي نضيف له شويه ديال الحليب شويه ديال الفاني، واحد الساشيه ديال الفاني غير باش ما تبقاش ديك الزفره د البيض. هي في الحقيقه انا ما عمرها ما بقات لي الزفره د البيض ديالو، واخا ما كتكونش عندي لا فاني ما كنديرهاش. من كندير غير الحليب كندهن الوجه ديالو بحال هكا. سواء بغيتو تخليوه هكا بلا ججلان الفوق، سواء بغيتو تضيفوا له ججلان، كل واحد والاختيار ديالو. ودابا غادي نمشيو للطريقه ديال الطياب ديالو في الفران. هنا انا بنات في هذه المرحله من كنت كندير الصني الاخير، يعني كنشكل الصني الاخير، يعني ماشي من كنت كندهنو، من كنت كنشكلو، من كنت كنصايب كعيكعات بالموس. كنت شعلت الفران على حراره مرتفعه، كنت شعلته خصو يكون حراره مرتفعه ويكون سخون بزاف الفران. غير ندخل الصني كنقصلو ناقص، يعني الدرجه التاليه ديالو كنقصو، كنشعلو من الفوق ومن التحت. يعني الصني راه النار تحته وراه النار فوقه، كنخليه يطيب على خاطرو حتى كنحصل على هذه النتيجه في اللون ديالو. كتحاولي تدوري الفران، الا كان عندك الفران كيدير لك جهه وجهه ما ديرش شي جهه حمر، ضروري تدوري الفران عفوا الصني ديالك لداخل، كتدوريه باش انه يجي اللون ديالو موحد. اللون كيجي موحد البنات، كيجي مقرمش، المذاق خطير، الحلاوه ديالو متوازنه زعما مع المذاق ديالو، ما غالباش الحلاوه ديالو كتجي خطيره. بغيتو تنقصوا الحلاوه تزيدي تنقصي على ديك 500 تقدري تنقصي، ولكن بالنسبه للكميه ديال الدقيق ديك 500 راه هذيك هي كتجي مزيانه. شوفوا معايا البنات النتيجه ديالو كي كيجي واحد الكعك اللي اللون ديالو موحد. الطياب ديالو كيف ما قلت لكم ضروري تبعوا نفس المراحل. الفران خصو ضروري يكون مجهد، يعني يكون سخون بزاف قبل ما ندخلو الصني. كما قلت لكم كنشعلو قبل ما كنكمل، يعني من كنكون ندير الصني التالي كنشكلو كنكون شعلت الفران، عاد كندهنو، عاد كندخل الصني للفران كيكون النار مجهده. شوفوا النتيجه ديالو بنات، كيجي لداخل خاوي، الكعكعه تجي خفيفه، كيجي هشيش، راه كتجي واحد التقرميشه، ماشي زعما لانك ما تقديش تعضيه، كتعضيه فاسيلمون وفي نفس الوقت مقرمش وطري، يعني لداخل كيكون سهل انك تكروكيه زوين. المهم واحد الكعك اللي انا كنصحكم به البنات، كيخرج كميه كبيره وغتشوفوها معايا وغتشوفوا حتى الثمن اللي البيع ديالو ان شاء الله. هنا البنات هاد الكميه خرجت لي 3 كيلو ونصف، 3 كيلو 600، 3 ديال لي بواط كما كتشوفوا معايا، ودرت معاهم بقى لي 600 غرام. ثمن البيع ديالو 18 اورو. اما تبيعيه للجزار ولا اللي يعاود فيه الثمن تبيعيه ما بين 12 اورو 13 اورو حتى ل 15 على حسب هو وشنو غادي يبيع وعلى حسب نتي وشنو درتي فيه. يلا البنات خليت لكم الراحه، ما تنساونيش عافاكم بالبارطاج وسجلي الفيديو عندك، وبيزو القليب كيف ما العاده.